طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا النهارده جايب لك افجر نسخة سيفيا معقرة بالتحديث الجديد. اقسم بالله النسخة دي جمدان، اقسم بالله كمان مرة النسخة دي بتعمل ارقام في اي دقيقة وفي اي وقت. انا مش هحلف كده عشان مثلا الم ريتش او مشاهدات او لايكات وكده، لا اقسم بالله انا بحلف بجد. والنسخة دي بتعمل ارقام في اي دقيقة، مش شرط في اول الساعة، والله ما شرط يبقى في اول الساعة اصلا. تمام. طيب قبل اي حاجه كده ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتاني حاجه النسخه دي باسورد وانا مقدرك في النسخه دي، تمام، وانا مقدرك في الفيديو برضو. تمام. تالت حاجه انا اسف على الصوت واسف لو انا بشرح بسرعه. تمام. لان انا والله تعبان وعندي برد. تمام. طيب حاجة تانية بقى، البرنامج او النسخة دي مكان المتجر، يعني انت لو عندك اي نسخة تانية ارمي النسخ اللي معاك دي ونزل دي. اشمعنى ده يا عم كيمو؟ لان ديت نسخة سريعة بتعمل حسابات بسرعة، والبرنامج فيها بيفتح بسرعة برضو، البرنامج سريع وبيفتح بكل سرعة. والكود برضو يعني ده اللي انتوا عايزينه اصلا، ان الكود بيوصل في اي وقت. تمام. وفي ناس تانية كده مش عايز يعني اذكر اسماء، بيبيعوا النسخ المعقرة دي، بتبقى جايب لك اي نسخة كحيانة كده، ويقول لك انا شو، يدي لك شوية سكرينات مثلا، يقول لك شوف انا بعمل ارقام ومش عارف ايه، تاخد النسخة مقابل كذا كذا. انت بقى تدفع له الفلوس، وبعد ما تاخد منه النسخة تلاقي ان هي نسخة كحيانة اصلا، والكود بتاعه ولا بيوصل ولا حاجة اصلا، ولا هي بتعمل حسابات. وترجع تاني تقول فلوسي راحت فين، الفلوس بتاعتي فين، الفلوس بتاعتي فين؟ وكده. تمام. فانا جاي اقول لك ما تشتريش اي نسخه من حد، انا منزل لك النسخه مهكره بالتحديث الجديد اهو. تمام تمام. انا دلوقتي عامل حذف بيانات للنسخه، هنعمل لها حذف بيانات تاني اكني لسه منزلها جديد. تمام. كده عملنا لها حذف بيانات. طيب عايز اقول لك بقى ان انا عامل لك جزئين عن النسخه دي. الجزء الاول اللي انا بصوره دلوقتي اللي هو ازاي تعمل حساب في سيفيوم بدون اي مشكله وبكل سرعه وبكل سهوله. تمام. طيب الجزء التاني بقى يا عم كيمو هينزل امتى؟ الجزء التاني ده ممكن ينزل بكرة او بعده على حسب تقدير الفيديو. يعني انا لو لقيت تقدير على الفيديو والله ممكن انزل لك الطريقة بكرة او بعده، بس انا عايز تقدير. والله 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 لو لقيت تقدير على الفيديو ده لا هنزل الفيديو التاني او الجزء التاني. صل على محمد. عليه الصلاة والسلام. هنزل الجزء التاني ان شاء الله لو لقيت تقدير على الفيديو ده. والجزء التاني هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن الثغرة بتاعت سيفيوم او التركاية البسيطة اللي محدش يعرفها في المجال اصلا، اللي هي انت بتعمل ارقام في اي دقيقة ازاي. يعني انا اصلا ممكن افعل معاك الفيديو الجاي 4 او 5 او 10 ارقام كمان في الفيديو. تمام. ممكن اعمل لك كل دقيقة رقم، لان بتبقى عايزة تركاية بسيطة عشان الكود يوصل. تمام تمام. عندك بقى البرنامج حاجة تانية كده عايز اقولها لك. البرنامج فيه دولتين، دولة اذربيجان ودولة لاتفيا. دولة أذربيجان دي بتتفعل للواتس. تمام. ودولة لاتفيا بقى لازمتها يا عم كيمو طالما انت حاطط سيرفرين في البرنامج؟ لا يا حبيب اخوك، بص انا البرنامج بقى منزل اصلا السيرفرين دول اساسي. اللاتفيا دي بتعمل في ناس بتاخد الارقام بتاع لاتفيا وتعملها الارقام التليجرام او اكونتات تليجرام يعني فيك وكده، ناس بياخدوها بيعملوها. فانا برضو احب اقول لك ان انا ارقام التليجرام برضو الكود بتاعه يوصل لك في اي وقت وفي اي دقيقة، لان الناس عارفة كويس جدا ان انتوا بتعملوها في اول الساعة. فانا بقول لك برضو تقدر تعمل في اي دقيقة. وارقام الواتس برضو نفس الكلام، يعني انت لو عايز تعمل رقم للواتس هتعمل رقم اذربيجاني. تمام. ولو عايز رقم لاتيفيا برضو ده هيبقى للتليجرام. تمام. هتفتح بقى البرنامج كده وهتديله كل الصلاحيات، هتديله سماح. تمام تمام. هتفتح معاك اول واجهة دي لو انت مثلا كان عندك حساب قديم وعايز ترجعه تاني وعايز تفعل اي رقم قديم ومعاك الحساب بتاعه وعامل له حفظ مثلا، هتكتب اسم الحساب بتاعك هنا كده. تمام. لو انت حافظه، وبعدين تحط الباسورد بتاع الحساب وتدوس على كلمة دخول. تمام. هيدخل معاك بكل سرعة، يفتح لك الحساب بتاعك زي ما هو. طيب انا بقى جاي اشرح لك ايه النهارده؟ جاي اشرح لك ازاي تعمل حساب جديد. انا اصلا ما عنديش نت. تمام. فانا هقول لك ازاي تعمل ايه الحساب، وان شاء الله المره الجايه هشغل النت. تمام. او المره الجايه هعرفك وهنعمل ارقام مع بعض في الفيديو. تمام. اوكي هندخل كده على كلمه حساب جديد، هيفتح لك الواجهه التانية دي. طبعا انا ما عنديش نت. تمام. طيب عشان تعمل حساب جديد بقى يا عم كيمو هتعمل ايه؟ انت هتخش كده على اول حاجه. بص ركز معايا هنا بقى بالله عليك، عشان دي اللي فيها الشرح اصلا بتاع الفيديو. تمام.
هتنزل بقى كده على حاجه تحت كده اسمها قناه اليوتيوب ولا دعم سيفيا، دول مالكش دعوه بيهم. تمام، هنا قناه اليوتيوب لو انت عايز تدخل تحت او تشوفها وتشوف المحتوى بتاعي. تمام، وان شاء الله يعني المحتوى بتاعي يعجبك. لو انت واحد جديد مثلا في المجال او ما بتعرفش تعمل ارقام، والله هتطلع من الفيديو ده وانت عامل رقم او رقمين على الاقل، ده لو انت ما بتعرفش خالص يعني. انت بقى لو واحد محترف وفاهم الطريقه وكده وعارف البرنامج، انت ممكن تعمل في اليوم اكتر من 20 رقم او 30 رقم، ده لو انت مهتم. تمام، تمام. عشان تعمل بقى حساب جديد على مكان، نعمل ايه؟ انت هتهبط اي كلمه كده، اي حروف. تمام، وتاخد الحروف دي بس شرط تكون بالانجليزي. تمام، بعدين تعمل الحروف ديت ايه، نسخ، تعمل لها نسخ الكلمه دي. تمام، وتيجي على الباسورد تقوم عامل لها لصق، ركز معايا. وبعد ما تعمل لها لصق في الباسورد، تعالى على تأكيد الباسورد وتعمل لها لصق تاني. تمام، تمام كده احنا عملنا الكلمة، حطيناها في الثلاث خانات. تمام، بعدين هتدوس على كلمة خش يا ابني دي. طبعا انا ما عنديش نت، انت اول ما تدخل على تدوس على كلمة خش يا ابني دي، هيفتح لك الواجهة التانية وتضغط على كلمة سجل الدخول يا هاكر. انا مظبط لك البرنامج يعني هكورة وشغل حلو كده يعني في البرنامج. تمام، وطبعا البرنامج بيفتح من اول ضغطة، ده لو انت عندك النت سريع جدا، والله والله هيفتح معاك من اول ضغطة. طيب يا عم كيمو، لو ما فتحش من اول ضغطة اعمل ايه بقى؟ طبعا لو ما فتحش معاك من اول ضغطة، هترجع تحاول تاني مرة واتنين وتلاتة واربعة، لا تيأس. تمام، انت تحاول مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة، هتحاول 5 مرات مثلا. لو البرنامج لو ما فتحش معاك من 5 مرة، هترجع تاني على الخانة دي وتقوم مغير الكلمة اللي انت عملتها دي، تقوم كاتب اي كلمة تانية وتاخدها برضو نسخ. تمام، تاخدها نسخ كده وتعمل لها لصق اهو. هترجع بقى تخش على كلمة خش يا ابني دي تاني، تدوس عليها وتدخل تاني للبرنامج، هيتفعل معاك من اول ضغطة. وانا وانت زي ما قلت لك هنشوف ناس كاتبين اثباتات في الكومنتات ان هما كذا حد مفعل رقم وكده. والله والله كمان مرة، انت لما بتعرفش تعمل ارقام ودخلت عملت زي ما انا بقول لك كده، والله هتطلع من الفيديو ده برقم واتنين وتلاتة وعشرة كمان. ولو انت واحد فاهم في المجال ده، والله هتعمل اكتر من 30 رقم في اليوم لو انت مهتم. والنسخة دي انا سايب لك اللينك بتاعها تحت في الوصف. وبرضو عايز اقول لك حاجة، انا هسيبها لك عندي في قناة التليجرام، قناة التليجرام بتاعتي اهي. تمام، برضو بنوزع ارقام، لو انت مثلا مكسل تعمل ارقام ولا حاجة، فانا بعمل الارقام عندي وبعمل عليها مسابقات. تمام، بعمل مسابقات مثلا على ارقام فيك، وبرضو بنطير ارقام ونفك ارقام او. تمام، احنا عاملين هنا مسابقات وكده، الناس بتستلم ارقام وكده. تمام، وهنا برضو بنطير ارقام ونفك ارقام. تمام، طيب تمام كده احنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وانا وريت لك دلوقتي النسخة، وان شاء الله يا رب تعجبك، وانت مش هتكسل حاجة لما تنزلها وتجربها، وبرضه مش هتكسل حاجة لما تدوس على كلمة اشتراك لو الفيديو عجبك. يعني انت ما تجيش تسرق البرنامج وتجري وكده، انا مش هستفاد حاجة يعني. انت دوس على كلمة اشتراك على الاقل. تمام، وانا برضه قلت لك انا اسف على الصوت، لان انا عندي برضه والله واسف جدا ان انا ما عنديش نت برضه. وان شاء الله يعني الفيديو الجاي هنزل الجزء التاني. بس كده يا اخواتي، وصلنا لاخر الفيديو، سلام.